مساء الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل اكله كده سريعه بس تحفه بريحه وطعم كده زمان. بجد بجد هتعجبكم جدا. تابعوا معايا الفيديو الحلو ده والسريع برضو والخطير ده. هتاخدوا احلى اكله باحلى طعم واحلى ريحه، بجد تحفه. طعمها وريحتها خطيرة. هنعمل مع بعض كده مكرونة سباكيتي، بس هنعملها بطريقة حلوة كده بطعم وريحة زمان. بجد تحفة، هتاكلوا كده صوابعكم وراهم. وهنعمل شوية كبدة فراخ كمان جنبها، تحفة برضو طعمها خطير. وهنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هتشمي فيها اي ريحة زفارة ولا اي حاجة. مش هتعجبك، بجد تحفة، هتعجبك جدا جدا. تابعوا بقى معايا الطريقة. عايزين تعملوا الكبدة لوحدها كده سندوتشات وتعملوا جنبها سلطة طحينة، هنعمل معاها سلطة كده. هي مش سلطة، يعني هنعمل ايه اللي هي سلطة المشويات دي، بتدي طعم حلو قوي قوي للكبدة. وده كان طبق المكرونة بتاعنا الخطير. اول حاجة، انا هنا مش هسبك طماطم بقى والحاجات دي، لا. عندي حلة على النار، هحط فيها بصلتين وحوالي 5 طماطميات كده وثلاث فصوص من التوم. كله كده ايه، يعني البصل والطماطم مقطعه والفصوص التوم سليمه زي ما هي. ومش هحط لها اي حاجه غير رشه ملح كده بسيطه. تمام، دي التسبيكه بتاعت الطماطم. جربوها بالطريقه دي، هتاخدوا احلى ريحه واحلى طعم للمكرونه، وطريقتها تحفه. ميكس كده التوم مع البصل بجد بيوديها كده في حته تانية. انا زودت لها هنا قرن فلفل كده حامي عشان تديها طعم حلو، محطت لهاش ميه ولا اي حاجه. وطيت عليها البوتاجاز كده لحد ايه ما اتهرت اهي زي ما انتوا شايفين. تمام، هحطها بقى في الخلاط بتاعي وايه وهضربها او بالهاند بلندر. هنا عندي حله طبعا فيها ميه بتغلي، انا ما بحطلش المكرونه زيت ولا اي حاجه. بحط بس معلقتين ملح كده وبسلق المكرونه عادي زي اي حد ما بيسلق المكرونه، بس مش بحط لها زيت. وبقلبها كده عشان افككها من بعض. هنا بقى هنعمل التسبيكه بتاعتنا الخطيره بتاعت الطماطم. اتمنى ان انتوا تجربوا الميكس ده، هيعجبكم قوي. عندي هنا زيت في الحله، وحطيت معلقه صغيره من الثوم المفروم مع الفلفل كده. وهنزل بقى ايه بمعلقتين كبار من الصلصه الجاهزه عشان تديني لون حلو، لان لون الطماطم عندي زي ما انتوا شفتوا كده لونها مش قوي. فحطيت كده معلقتين من الصلصه الجاهزه عشان تديني لون حلو. تمام، هقلب فيها كده. التومه ادتني كده اللون الذهبي. بصوا، عايزه اقول لكم ريحتها خطيره بعد ما ضربتها في الخلاط. لو عندك هاند بلندر كمان اضربيها اسرع براحتك. هنا هرست بقى، فرمتهم بقى التوم مع البصل مع الطماطم مع قرن كده الفلفل الحامي ده. يا لهوي على الريحه وعلى الجمال. هزود بقى البهارات بتاعتي. فلفل اسود، هنا عندي معلقه صغيره من مرقه الخضار، وطبعا معلقه صغيره من السكر، وحاجه بسيطه كده ايه من الكمون. بس طبعا اساسي الملح والفلفل، اي بهارات تاني براحتك. بصي شكلها حلوة جدا، ومش عايزة اقولك بقى الريحة كده والطعم بتاع زمان الخطير ده. جربي ميكس التوم مع البصل في المكرونة، بجد بتوديها في حتة تانية خالص. انا بحب قوي قوي الميكس ده. وكمان جربي ان انتي تسلقيها كده الاول على البخار كده، يعني ما تحطلهاش مية ولا اي حاجة، بجد بتبقى ريحتها تحفة كده وطعمها خطير. هنا بقى عندي المكرونة بتاعتي، صفتها طبعا واديتها شطفة كده، وهقلبها بقى. ودوقوا بقى احلى مكرونه في حياتكم، بجد تحفه. طعمها وريحتها جباره، بجد كانت خطيره. ده حوالي يعني 400 جرام، ده كيس مكرونه، يعني نص كيلو، تقريبا نص كيلو. حطيت له حوالي 5 6 طماطمات كده وبصلتين وثلاث فصوص توم زي ما انتوا شفتوا. بجد جربوها، اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم تحت في التعليقات ايه. عايزه اقول لك ان لونها كان خطير، والله والله الكاميرا كده مش عارفه بقى ظالمه اللون ولا الطعم. كان نفسي كده تدوقوها معايا وتشموا الريحه الجباره دي. بجد تحفه، جربوها تعجبكم جدا. اكله كده سهله وسريعه بطعم وريحه زمان، ومش هتوقفك كتير في المطبخ. الناس اللي ما بتحبش بقى تقف كتير في المطبخ، وكمان المدارس بقى اليومين دول والكلام والدروس بقى ومفيش وقت، جربي الاكله السريعه دي. مكرونه كده ممكن تعمليها لوحدها، ممكن تعملي جنبها اي حاجه. انا هعمل هنا بقى ايه، كبد فراخ. غسلتها وقطعتها كويس كده قطع متوسطة زي ما انت شايفة، والقلب كده بتاعها ده برضو
فتحته كده ونضفته من اي حاجات كده زياده جواه مش مستحبه، وحطيته في مصفى وعصرت عليه ليمونتين كده وحطيت القشر بتاعها كده وسبتهم ايه مع بعضهم كده عشان يضيعوا اي ريحه زفاره انتي مش حباها. الناس اللي ما بتحبش كبد الفراخ جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. انا هنا عندي طاسه حطيت فيها كده معلقتين كبار من الزيت. عندي هنا حوالي 3 بصلات مخرطاهم كده جوانح بالسكينه. حطيت 3/4 البصل كده وسبت ربع البصلايه كده ايه على جنب. هقول لكم ليه دلوقتي. هقلب بقى البصلايه الحلوه دي، مش عايزاها تاخد لون ولا اي حاجه، انا بس عايزاها ايه تدبل معايا. تمام. وهنا الشغل اللي بتاع الكبده على نار عاليه، مش هنوطي النار خالص خالص خالص. اهم حاجه تغسلوها كويس وتقطعوها كده التقطيعه المناسبه وتعصري عليها ليمونتين كده وتسيبيها كده، بجد هتاخدي احلى طعم. هنا بقى هنزل بقى، شلت طبعا قشر الليمون بعد ما عصرته، ونزلت بقى بالكبده بتاعتي. وعندي هنا 3 قرون كده فلفل حار بقى سبايسي، حابه تحطي بارد حطي، مش حابه بس هي الكبده يعني فلفل سبايسي، يعني بتحب الفلفل الحار يعني بتديها طعم حلو قوي. هقلب فيها بقى كده وهديها تشويحه حلوه اهي. بجد ريحتها حلوه جدا. عايزه اقولك ان ريحه الليمون اصلا اللي احنا عصرناه في الاول مغطي على ريحه الكبده، بجد بتبقى مززه كده وطعمها حلو جدا. هنا بقى هزود لها معلقه كبيره كده من الثوم المفروم، وفرماه برضو مع قرن فلفل. حابه تحطيه في الاول مع البصلايه تمام مفيش مشكله، بس انا بحب احطه دلوقتي كده بيدي ريحه حلوه قوي قوي للكبده. هقلب بقى وهحط البهارات بتاعتي. حطيت معلقه كده حلوه من الكزبره الناشفه، وبرده زيها من الفلفل الاسود، وزيها من الكمون. تمام. وطبعا هظبط الملح بتاعي. يبقى حطينا كزبره ناشفه، فلفل اسود، كمون. وطبعا هظبط الملح بتاعي ومش هحط بهارات تاني خالص. انا كده هستكفى ايه بالبهارات. تمام. اخر حاجه بقى هنا الكبده بتاعتي اهي كانت خلاص استوت، كله على نار عاليه، انا ما وطيتش خالص على الكبده على فكره. هنزل بقى ببقيه البصله بتاعتي اللي احنا ايه خدنا 3/4 كده في الاول اهي. هنزل بقى فيها، بتدي كده قرمشه حلوه كده وبجد تست حلو قوي قوي للكبده. جربوها بجد هتعجبكم خالص. هديها تقلبتين مش اكتر من كده عشان انا طبعا مش عايزاها تدبل ولا حاجه، لا انا عايزه القرمشه بتاعتها برضو تفضل ايه محتفظه بيها كده، وبتبقى حلوه وجباره بجد بتبقى تحفه. خلاص هديها تقلبتين حلوين كده. وفي الاخر بقى خالص خالص هعصر عليها ليمونه. لو عندك دبس رمان حطي، بس انا للاسف ما كانش عندي دبس الرمان، بيديها مزازه حلوه، والليمون كمان برضو. هنا كنت وطيت عليها بقى، هعصر الليمونه وهطفيها. بجد جربوها هتعجبكم قوي. زي ما قلت لكم لو مش عندك دبس رمان استعملي ليمونه، عندك دبس رمان حطي كده معلقه حلوه بتديها طعم حلو قوي قوي. كده الكبده معايا بقت جاهزه ومية فل وعشرة، والمكرونه كمان جاهزه. ايه رايكم؟ مفيش اسرع من كده، اكله سريعه وحلوه موقفتناش كمان كتير في المطبخ، بطعم وريحه زمان كده، وما اقولكيش بقى جباره بجد. بصي شكلها حلو خالص. قدميها بقى بالطريقه اللي انت عايزه تعملي الكبده دي لوحدها وتعملي جنبها سندوتشات براحتك، مكرونه لوحدها برضو براحتك اللي انت حباه. هنا هعمل سلطه كده هعملها مع الاكله الحلوه دي، بحبها قوي قوي السلطه دي. كمان في المشويات بتودي المشويات كده في حته تانية خالص. عندي بصلايه كده برضو مقطعاها جوانح، حطيت عليها معلقه من السماق. السماق ده بيدي مزازه حلوه قوي قوي للسلطه، بجد بتبقى حلوه قوي. وعندي ربطه بقدونس غسلتها برضو وخرطتها وحطيت عليها البصل. مفيش. بصي اسهل من كده مفيش. بصلايه مخرطاها جوانح وربطه بقدونس ومعلقه سماق، وقلبيهم مع بعض وما تحطيش اي حاجه تاني عليها، بجد فظيعه. هنا بقى ايه عايزه تعملي سندوتشات وسلطه طحينه بقى، بس انا ما عملت السلطه الطحينه. انا حطيت كده حبه بقى من السلطه الحلوه دي البقدونس على البصل، وبعد كده حطيت بقى ايه حبه كبده حلوين محترمين كده بقى. وحبه بقى هنا زي ما قلت لك تعملي سلطه طحينه وتقدميها كوجبه كده واحده تمام مفيش اي مشكله، بجد بتبقى تحفه ومشبعه كده. في السندوتشات بقى بتبقى خطيره. حابه تعملي جنبها بقى مكرونه برضو بتبقى حلوه قوي قوي، وتحطيها كمان على المكرونه بتبقى تحفه. انا يعني بحبها قوي كده سندوتشات كده
وبتبقى حلوة قوي بالنسبة لي، بتبقى تحفة شكلها. والبصل كده محتفظ كده بقرمشته، بجد خطير. هنا بقى المكرونة برضو قدمتها كده برضو مع المكرونة. دي المكرونة بتاعتي خطيرة، عايزة اقولك والله لونها كمان فظيع، لونها حلو قوي، بس الكاميرا كده مش عارفة ليه مفتحة اللون، بس بجد خطيرة. حابة بقى تحطي معاها كبدة لولادك كده في قلب المكرونة كده ياكلوها بألف هنا وشفا، كمان هتعجبهم قوي قوي. اهو تحطي كمان عليهم حبة كده من السلطة بقى، البصل على البقدونس. البصل ده اصلا اوانه اليومين دول يحمي بقى من البرد ومن نزلات البرد، وبمناسبة دخول الشتاء بقى كل سنة وانتم طيبين. بجد جربوا الاكلة دي هتعجبكم قوي، اكلة سريعة وموفرة وما خدتش مننا وقت كتير وما ضيعتش وقتنا في المطبخ، وبطعم وريحة زمان. مش عايزه اقولك المكرونه تحفه تحفه بجد، بالف هنا وشفا يا رب على كل اللي كل. اتمنى تجربوها بطريقتي هتعجبكم جدا. اقول لكم مع الف سلامه.